أعزائي طلاب سنة أولى ثانوي، حبايب قلبي عاملين إيه؟ وحشتوني كتير. النهاردة إن شاء الله بإذن ربنا هنعمل مراجعة شاملة على درس ملامح من تاريخ مصر الفرعونية. والدرس ده يا شباب محتاجين إن احنا نذاكره كويس أوي قبل ما نقعد نحله مع بعضينا. فلو أنت مش مذاكر الدرس إيه في الفيديو، روح ذاكر الدرس من عندنا من على قناتنا أو من المنصة بتاعتنا وتعالى لنا على طول يا صاحبي. ويلا بينا السؤال الأولاني بيقول لحضرتك اختر من بين البدائل التالية. كان مصدر إصدار القرارات خلال عصر الانتقال الثاني من قبل المحتل الأجنبي يقع فيه. تعالى كده نفتكر مع بعض، هو عصر الانتقال الثاني ده من الأسرة الكام للكام؟ قال لي من الأسرة ال13 للأسرة ال17. خد بالك، من الأسرة ال13 للأسرة ال17. وأنا بتكلم على الفترة دي اللي كان فيها مين عندي محتلين مصر؟ اللي كان فيها الهكسوس. طيب الهكسوس اللي كانوا محتلين مصر دول كانوا واخدين عاصمة مصر اسمها مدينة أواريس. أواريس دي تقع الآن في محافظة الشرقية، يبقى في شرق الدلتا. خد بالك، عشان تقدر تترجم السؤال لازم تلف اللفة دي. يبقى عصر الانتقال الثاني من 13 إلى 17، من الأسرة ال13 للأسرة ال17. طيب مركز إصدار قرار يبقى هو عاصمة. العاصمة كانت إيه مس مارينا؟ كانت أواريس. يبقى فين أواريس دي؟ حاليا موجودة في شرق الدلتا. 2. تصدر الاهتمام بالنواحي الاقتصادية وحسن استغلال الموارد والاهتمام بالتعمير في مصر القديمة وأولويات الملك. هتبقى الإجابة مين؟ أمنمحات الأول. طيب تعالى قول لي، هو حور محب عمل إيه؟ الراجل ده كان مشهور بأن هو عمل قوانين. إخناتون عمل تغيرات دينية لما قال لك احنا نعبد الإله أتون. طب الملك بيبي الثاني كان ملك ضعيف والناس عملت ضده ثورة. الوحيد اللي اهتم بالموارد الاقتصادية وكان في عصر الدولة الوسطى هو الملك أمنمحات الأول. لازم كده تعرف تترجم السؤال عشان تعرف تجاوب. شهدت مصر القديمة وجود أكثر من عاصمة في آن واحد، تختلف في التوجهات السياسية. تنطبق مضمون العبارة السابقة على الأسرات في إيه؟ قال لي في عصر الانتقال الثاني. هتقولي ليه؟ هقول لك برضه الهكسوس لما جم احتلوا مصر أنا كان عندي عاصمتين. كان عندي عاصمة اسمها أواريس بتاعة الهكسوس، وكان عندي عاصمة تانية للفراعنة يا جماعة. فأنا كان عندي في الفترة دي 2 عاصمة، ما بين طيبة وما بين منف وما بين أواريس. طيب يدل أخذ الملك يوليوس قيصر نظام التقويم الشمسي عن المصريين على أن الحضارة المصرية القديمة كانت تتميز بإيه؟ بالتقدم. احنا كنا متقدمين لدرجة إنه هو كملك وإمبراطور روماني أخذ مننا التقويم الشمسي، اللي هو فكرة يقسم السنة ل 365 يوم والسنة فيها 12 شهر والشهر فيه 30 يوم وهكذا. حدد أي من العصور التاريخية الآتية حوى بداخله. يعني كان بداخله الاهتمام بالجوانب الاقتصادية، العسكرية، ومتغيرات دينية. وانت مغمض عينك يابا ايه؟ اختار عصر الدولة الحديث. هتقولي ليه؟ هقول لك جوانب اقتصادية. عندنا الملكة حتشبسوت. حتشبسوت دي يا جماعة اهتمت بايه؟ عملت بعثة تجارية لبلاد بونت. طيب والعسكرية عندك الملك تحتمس الثالث والملك رمسيس الثاني عملوا معركة مجدو وعملوا معركة ضد الحيثيين اسمها معركة قادش. ومتغيرات دينية عندك الايه؟ الملك اخناتون لما قال للشعب احنا هنعبد اله واحد اسمه الإله آتون. طيب يتشابه الملك نعرمر والملك أمنمحات الأول في هما الاثنين يا جماعة اتخذوا عاصمة جديد. عمنا الملك نعرمر أخذ العاصمة منف وأمنمحات الأول أخذها أسيد تاو. فأنا عندي كده تغيرات لازم احنا نبقى عارفينها. تميزت الفترة التي سبقت يعني اللي كانت قبل الملك منتحتب الثاني كان في ضعف. ولما تبقى الملك ضعيف يبقى حكام الأقاليم نفوذهم زايد. واما اجي اقول لك حكام الاقاليم، خد بالك دي كده ايه معلومه انت لازم تبقى عارفها. من هم حكام الاقاليم؟ حكام الاقاليم يعني سلطه لا مركزيه. احفظها كده يا شباب، لان الملك السلطه المركزيه. واما اجي اقول لك حكام الاقاليم نفوذهم زايد يبقى اتساع نفوذ الايه؟ اللامركزيه. تمام. طيب تتفق أعمال الملك منتحتب الثاني السياسية مع أعمال الملك وأنا مغمض عيني الملك نعرمر. هتقولي ليه مسمرنا الملك نعرمر؟ أقول لك الملك مينا وحد البلاد، وحد القطرين 3200. منتحتب الثاني أعاد توحيد البلاد مرة أخرى بعد عصر الانتقال الأول لما كان في قبائل آسيوية جت احتلت مصر وكانت البلد مفككة ونفوذ حكام الأقاليم كتير. اللي بعده
9. أي من العواصم الفرعونية التالية كان اختيارا لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية؟ ما دام شفت كلمة اقتصادية وانت مغمض عينك تبقى يا ستاو اتخذها الملك لأنها قريبة من الدلتا فيقدر يعمل مشروعاته الزراعية بسهولة، فركز ما دام لقيت كلمة اقتصادية يبقى وانت مغمض عينك أستاو. طب يا مس مارين لقيت أهداف سياسية ودينية، ساعتها اختار أخيتاتون اللي عملها الملك إخناتون. سؤال 10. تشابهت اهتمامات الملك أمنمحات الأول وأمنمحات الثالث، هما الاثنين عملوا مشروعات زراعية، مفيش أي حاجة. الناس دي أصلا من عصر الدولة الوسطى، عصر الدولة الوسطى جميلة، عصر رخاء اقتصادي، عملوا مشروعات زراعية. أي من الملوك اللي بعده، أي من الملوك مصر التاليين طبق مضمون العبارة المقابلة؟ بيقول لك إيه؟ تتعدد عوامل اختيار العاصمة، ومن هذه العوامل موقعها المتوسط وامتلاكها القرار السياسي. يبقى هو بيتكلم عن الملك أمنمحات الأول عندما اتخذ مدينة أستاو عاصمة له. أي من الخصائص الإدارية، حط خط تحت كلمة الإدارية لأن دي مفتاح الإجابة، تميز عصر الدولة القديم؟ إدارية، يبقى وجود حكومة قوية. هتقولي ليه؟ أقول لك كثرة الموارد ده خصائص اقتصادية. بناء الأهرامات دي مقابر، يبقى حاجات دينية، هو في اعتقاده بقى في بعث وخلود. تكوين إمبراطورية واسعة ما كانش في عصر الدولة القديمة أصلا. بعد كده أمامك وسام لنجمة سينا تمنحه مصر للأبطال العسكريين من أبنائها، في ضوء العبارة مين الملك الفرعوني العسلية اللي يحتاج الكلام ده وانت مغمض عينك يا جماعة؟ الملك تحتمس الثالث، الملك الذي استطاع أن هو يعمل 16 حملة عسكرية على سوريا وفلسطين وينتصر عليهم وعلى تحالفاتهم في معركة اسمها مجدو. فأنا عندي ملك قوي يستاهل أن أنا أديله وسام نجمة سينا لأنه بطل عسكري. بص على الباقي، أمنمحات الثالث، أمنحتب الرابع اللي هو إخناتون، حور محب، ما عملوش إنجازات عسكرية بما يرضي الله يعني. يقول أحد حكماء البلاد طوبى للذي يحمي البلاد ويوسع حدودها، الذي يتغلب على البلاد الأجنبية بتاجه ويضم الأرضين بذراعه ويطلق السهم قبل أن يشد القوس. مين الراجل اللي عمل كده؟ مين الراجل اللي حمى البلاد؟ مين الراجل اللي وسع حدودها؟ مين الراجل اللي استطاع ان هو يتغلب على البلاد الأجنبية والناس الوحشين؟ مين الراجل اللي ضم الأراضي بذراعه؟ أنا لسه بتكلم عن الملك تحتمس الثالث. دور على بقية الملوك مش هتلاقي حد فيهم عمل إنجازات عسكرية. قام الملك البابلي حمورابي بإصدار مجموعة من القوانين. طب مين الملك البابلي حمورابي؟ ده ملك في العراق. طيب عمل ايه الراجل ده؟ عمل قوانين تحقق الاستقرار في المجتمع. مين الملوك الفراعنه وانت مغمض عينك عمل قوانين؟ هيبقى حور محب. مين الملك اللي عمل قوانين؟ هيبقى حور محب. خلاص. 16. تغيرت فكرة المصريين القدماء عن أمن مصر القومي عن طريق تأمين مجالها الحيوي، يعني نركز على حدودها، والكلام ده كان في عصر الدولة الحديثة. أمن مصر القومي كان مهم. تحتمس الثالث ورمسيس الثاني ورمسيس الثالث، الناس دي لو جيت بصيت عليها تأمين الحدود كان رقم 1 عندها. بعد كده أمنمحات الأول، الراجل ده اهتم بالجانب الزراعي، تمام. بعد كده على الرغم من كونها عصر ضعف واضمحلال ولكن تتخلله شعاع من النور. ينطبق المضمون العبارة على العصر المتأخر. هتقولي ليه بقى؟ أقول لك أنا، هو العصر المتأخر ده من الأسرة 21 للأسرة 30 كان كله مزفت ما عدا نقطة نور طلعت يا جدعان في عصر الأسرة 26. الملك أبسماتك الأول وابنه الملك نخاو، الناس دول ايه؟ استطاعوا ان هم يعملوا انجازات. فوسط الضلمه في نور، يبقى العصر المتأخر. بعد كده اي مما يلي يخرج عن كونه قاسما مشتركا بين خصائص العصر العتيق وعصر الدوله القديمه. هما الاثنين كان في عندهم عاصمه جديده. عصر عتيق كان منف، عصر الدوله القديمه كان مدينه طيبه. لان هما الاثنين انا بقول لك اي مما يلي يخرج، يعني مين مش تبع دول؟ حكومة مركزية. هما الاثنين عملوا حكومة مركزية، عملوا معمار، عملوا أمن واستقرار، لكن كل واحد بنى حاجة غير التاني. بعدين حدث في ضوء تحليل مضمون النص المقابل أي من الملوك التاليين كانت عرباته الملكية الأسبق في التحرك. السؤال ده قمر قوي 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 قوي، تعالى نقراه. شهدت مصر في إبريل عام 2021 حدثا أسطوريا بنقل 22 موميا لأشهر الملوك والملكات ترجع إلى عصور الأسرات 17 18 19 20 من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. وتحركت العربات الناقلة لها بترتيب حكم الملوك، يعني على حسب ترتيب حكم الملوك. لو انت جيت بصيت، تعالى كده نركز مع بعض. سنوسرت الثالث ده من الأسرة ال 12،
تحتمس الثالث ده من الأسرة ال18، رمسيس الثاني من الأسرة ال19، أمنحتب الرابع من الأسرة ال18 برضو، بس قبله كان تحتمس الثالث. يبقى أنا عايزة مين بالترتيب؟ أول واحد تحتمس الثالث. انتهى العصر الفرعوني لمصر نتيجة للاحتلال الأجنبي اللي هو احتلال الفرس. بعد كده حدد أي من العصور التالية كانت أطول فترة قوة، أطول فترة قوية. تعالى كده نمشي. العصر العتيق أسرة أولى وأسرة تانية، يبقى أنا كده عندي أسرتين. القديمة 3 4 5 6، الدولة الوسطى 11 و12، الدولة الحديثة 18 19 20. يلا مين أطول فترة؟ عصر الدولة القديمة. لو أنت ما عملتهاش كده خد بالك مش هتعرف تحلها. اللي بعده، أخذت بلاد العراق القديمة عن مصر شكل الهرم المدرج، بس بنوا بيه المعابد بتاعتهم، يدل على تميز الحضارة المصرية والعراق هما الاتنين بالتواصل. أنا خدت منهم حاجة، هم خدوا مني حاجة، وبيقلدونا وبنقلدهم، والدنيا في اللذيذ منه يعني. ده صورة للراحل محمد أنور السادات صاحب قرار الحرب والسلام. هذا الرجل يتشابه مع أعمال الملك مين يا جماعة؟ مع أعمال الملك رمسيس الثاني. بعد ما انتصر على الحيثيين في معركة قادش قال لهم تعالوا أنا هعمل معاكم معاهدة سلام، ودي كانت أول معاهدة سلام في التاريخ. طب أنور السادات عمل إيه؟ عمل حرب أكتوبر وضرب إسرائيل، وبعدها عمل برضه هو كمان معاهدة سلام مع إسرائيل. الحاجة المشتركة بين مينا وأمين محات الثالث تتميز في الجوانب العمرانية. هما الاثنين عملوا بناءات كتيرة جدا جدا جدا. بدأ الملك حور محب بالعديد من الإصلاحات الداخلية، أهمها إصدار القوانين. وأول ما تشوف إن الملك عمل قوانين عشان ينظم العلاقة بين الفرد والسلطة، أي مالك يعمل قوانين تبقى سلطة تشريعية، أي مالك يعمل قوانين تبقى سلطة تشريعية، أي حد بيعمل قوانين يبقى سلطة تشريعية. بعد كده تشابه رمسيس الثاني وتحتمس الثالث هما الاثنين. طيب رمسيس الثاني وتحتمس الثالث ما قضوش على ثورات دينيه، فكلمه دينيه دي مع السلامه. خلاص. كلمه خوض المعارك البحريه، ولا ده ولا ده عمل معارك بحريه في البحر، وما اهتموش بالتجاره مع بلاد بوندي، دي خالتك حتشبسوت. انما هما الاثنين حافظوا على ممتلكات مصر الخارجيه وعملوا حروب ضد اي حد بيفكر ياخد مصر من اي مكان. بص على الكلمات اللي تخليني استبعد اصلا الاجابه. أمامك بردية إبرس، وبردية إبرس دي تدل على تميز الحضارة المصرية بالتقدم. عصر بناية الأهرامات، عصر الرخاء الاقتصادي، عصر المجد الحربي، يعني عصر دولة قديمة، عصر دولة وسطى، عصر دولة حديثة. يرجع إطلاق المسميات السابقة على فترات. هما ليه بيعملوا كده؟ ده بيدل على الإنجازات الحضارية اللي كانت موجودة في الفترة دي. يعني هما ليه سموها بناية الأهرامات؟ عشان بنوا أهرامات. ليه سموها رخاء اقتصادي؟ عشان اهتموا بالزراعة والتجارة والصناعة. طب ليه سموها المجد الحربي؟ عشان اهتموا بالجزء الجيش. يبقى كل عصر كان عنده إنجازات فتسمى بالاسم ده. طيب تعد الحضارة الفرعونية من أطول وأعرق الحضارات القديمة على الرغم من ضعفها في بعض الفترات، إلا أنها كانت تعود أقوى مما سبق، وده يدل على أن الحضارة الفرعونية مستمرة، قطر يابا ما بيوقفش. يدل انتشار الآثار المصرية التي تتميز بالدقة على أن هم كانوا شاطرين، يبقى متقدمين. طب واحد يقول لي القدم، أقول لك يعني قديمة؟ انت شاطر في حاجه ودقيق فيها يبقى معنى كده ان انت قديم؟ عشان بس ما حدش يقول القدم، ما حدش يتلخبط، لا انا بتكلم على التقدم. اعتمد الملك حور محب على سلطته التشريعيه في القضاء على حاله الاضطرابات اللي حدثت نتيجه عوامل عوامل دينيه عقائديه، يعني دينيه، بسبب الثوره الدينيه اللي كان عاملها اخناتون. حور محب جه على طول بعد اخناتون وراح عمل عمل قوانين عشان يقضي على الثوره الدينيه دي. ايه الحاجة المشتركة بين عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى؟ هما الاثنين كان عندهم ثراء، يعني عندهم غنى وخير، وهما الاثنين عملوا توطيد الامن. واحد يقول لي طب قوة عسكرية وتوسع خارجي، اقول له لا يلا ده في عصر الدولة الحديثة. طب عصر مقر الحكومة المركزية، اقول له لا يا حمادة، الدولة القديمة حاجة والدولة الوسطى حاجة. زيادة سلطة حكام الاقاليم ما بتكونش موجودة في عصر القوة، ودول عصور قوة يا حبيبي. شهدت الأسرتين الستة وال18 في مصر القديمة ثورتين، إحداهما اجتماعية دي اللي قامت ضد بيبي الثاني، وال18 دينية اللي عملها إخناتون، وترتب عليهم الصلاة على النبي. أي ثورة في العالم يا إخوانا بتعمل انتشار الفوضى، أي ثورة تبقى فوضى، أي ثورة تبقى فوضى، أي ثورة تبقى فوضى. نستدل على اختلاف توجهات ملوك الأسرة ال11 في مصر الفرعونية. الأسرة ال11 دي عصر دولة وسط، اختلفوا عن ملوك الدولة القديمة
في ايه؟ انا اقول لحضرتك بقى النقل مقر الحكومه المركزيه. هتقولي يعني ايه مقر الحكومه المركزيه؟ اقول لك يعني العاصمه 11 كانت العاصمه ايه؟ طيبه. طيب بعد كده هم نقلوها في اماكن مختلفه. عرفت مصر السلاح الذي تعبر عنه الصورة المقابلة، دي العجلات الحربية، وده أحمس. أحمس اتعرف منذ عصر الانتقال الثاني لما استخدم بقى العجلات الحربية. بعد كده راح انتصر على الهكسوس، فبدأنا عصر الدولة الحديثة. أنا غلطت، خد بالك في الحتة دي، وفي مرة قلت دولة حديثة، لا، هو الأحمس بدأ من الانتقال الثاني. سؤال 37 بيقول لحضرتك: قد تظهر نقطة ضوء وسط ظلام تبعث الامل. لسه قايله لك الاسره 26 يا جماعه. في العصر المتاخر من 21 ل 30 كان كل عصر متاخر وظلام. عند الاسره 26 ابسمتك الاول ورخاو كانوا جامدين. كان الملك مينا بنى مدينه منفر اللي هي منف لتحقيق اهداف تتركز في المقام الاول على الجوانب السياسيه. خلاص ده بيعمل عاصمه لدوله موحده. نجح خلفاء الملك مينا خلال العصر العتيق في الحفاظ على وحدة البلاد نتيجة، بصوا بقى الحتة دي حلوة قوي بتلخبط وحياة ربنا. مينا عشان يقدر يخلي مصر تفضل موحدة طول الوقت، اسمع مني الحتة دي، ما عملش ايه؟ خد بالك ممكن تمشيها بالاستبعاد. ما عملش تطوير القدرات العسكرية، هو وحد البلاد وخلاص. ما عادش ينشر التعليم والثقافة. انما الراجل ده عمل ايه؟ قال لهم انا عايز اعمل لكم اعياد دينيه وتلف على البلاد كلها. فالراجل ده استثمر الوازع الديني. الحته دي السؤال ده مهم جدا جدا، لو انت رجعت له في الشرح هتلاقيه. استثمار الوازع الديني باحتفال واعياد دينيه تلف البلاد كلها عشان يقربهم من بعض. السمه العامه المشتركه بين العصر العتيق وعصر الدوله القديمه، ماشي، التمتع بالاستقرار والأمن الداخلي، دي حاجة مشتركة في كل العصور الكويسة. شهدت مصر الفرعونية عصر ضعف وانهيار، وكانت أقل هذه الفترات الزمنية، تعال نعد مع بعض. الانتقال الثاني 13 14 15 16 17. عصر عتيق 1 و2، وده أصلا مش ضعف فمش هنختار. عصر الانتقال الأول تمام 7 8 9 10. عصر المتأخر من 21 لغاية 30، ده طبعا كتير. فأقل فترة ضعيفة هو عصر الانتقال الأول. لازم تعملها كده وانت بتحل معاه. جنى ثمار الاستقرار السياسي لمن سبقوا من ملوك مصر الفرعونية، فأقام نهضة اقتصادية وعمرانية. بص مين الأمور اللي عمل كده؟ الملك سنوسرت الثالث. هو جه بقى بعد منتحتب الثاني فلم الخير بتاعه، وبعد امنمحات الاول فلم الخير بتاعه، وبعد سنوسرت الاول، وبعد امنمحات الثالث. فهو جنى استثمار كل الاستقرار السياسي اللي كان قبله، فعمل هو نهضه اقتصاديه. ارتبط إعادة تحقيق الوحدة السياسية بمصر الفرعونية بعد تفككها بشكل واضح في الأسرتين الأولى وال11. يعني ايه مسمارين؟ مين اللي وحد البلاد؟ كانت مصر قبلها ضعيفه، الملك مين؟ طيب مين اللي رجع اعاد توحيد البلاد؟ الملك منتحتب الثاني بعد ما كانت البلد ضعيف. يبقى مين اللي اعاد تحقيق الوحده السياسيه بعد ما كانت مصر مفككه؟ مينا ومنتحتب الثاني. يبقى اسره اولى واسره 11. يتضح من دراسة تاريخ مصر الفرعونية أن العصر العتيق اللي هو أسرة 1 و2 بتاع الملك مينا اتبعوا سياسة حكيمة في حكم البلاد من خلال إيه؟ من خلال الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والدينية. كان بيجوزهم من بعض، يعمل فكرة المصاهرة والنسب والزواج، ويعمل أعياد دينية تلف البلد إيه؟ تلف البلد كلها. ناخد مع بعضينا سؤال 45. أكبر صحوة، يعني أكبر حاجة حلوة اتعملت في العلاقات السياسية على المستوى الخارجي، كانت في عهد الملك رمسيس الثاني يا جماعة، لما عمل حاجة كده مختلفة اسمها معاهدة سلام، ودي ما كانتش موجودة في العالم في الفترة دي. كان من أفضل الملوك المحاربين والسياسيين، وتولى حكم مصر في فترة عصيبة، وقاد مصر إلى المجد والقوة من جديد. ينطبق العبارة السابقة على الملك أبسمتك الأول اللي حارب الأشوريين في فترة كانت مصر فيها ضعيفة في العصر المتأخر، وده اللي أنا كنت بقولك عليه إيه؟ نقطة نور وسط ظلام. بعد كده بدأ تطبيق مضمون النص المقابل على سياسة حكام مصر الفرعونية خلال أطلق على حاكم مصر نبت، ويعني صلة الفرعون بالربتين الحاميتين لمصر نخبت حماة السعيد
ووجد حامية الوجه البحري. هنا بنتكلم على العصر العتيق. انت مش فاهم طبعا الكلام ده. مش احنا عندنا العصر العتيق دي كانت مصر منقسمة لمملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. طيب مملكة الشمال اهو دي الصعيد، مملكة الجنوب اللي هي الصعيد، ومملكة وجه بحري اللي هي وجه نبتي في الصعيد. بيقول لك اهو حاكم مصر اسمه نبتي. طيب معناه ايه؟ معناه ان هو مرتبط بنخبة حامية الصعيد، ده مملكة الجنوب، وجد حامية مملكة الشمال. اخر سؤال يا صاحبي، يلا بينا. اهتم ملوك العصر العتيق بالمصاهرة وازدواج الالقاب في ارجاء البلاد، وهو ده عمله عشان يقدر يحقق هدف سياسي، وهو ان مصر تفضل دولة موحدة وما تنقسمش ويقربهم من بعض. وابقى انا كده يا صاحبي خلصت معاك الدرس الاولاني في الوحدة الثانية حل ومراجعة، واشوفك على خير. واوعى تنسى ان انا ان شاء الله هنزل لك حل شامل على كل المقالي باذن ربنا. اشوفك على خير. معاكم اسمارينا عاطف، مدرسة التاريخ والجغرافيا.